انت بتلعب فرقه مجهوله، لما بتجيب فيها جون في اول 5 دقايق هم بيقعوا نفسيا. ليه؟ لان عارفين قيمتك وعارفين مكانتك والهدف بدري وعارفين ان انت كمان معاك محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، لعيبه ليها تقل في الدوري الانجليزي والدوري التركي والدوري الفرنسي والالماني، واخد بالك؟ والالماني، لا الالماني كان لسه قاعد بره. لا انا بكلمك اللي هم في الملعب أساسي. لما بيشوفوهم وانت تجيب جون طبيعي الفرقه بتقوم جايه معنوياتها واقعه. احنا ما استغلناش الكلام ده، وانا ما اعرفش بصراحه. يعني انت على انهي اساس بتلعب 2 ديفندرات ما بيضغطوش؟ يعني ده هو اللي كان لب الموضوع كله. السيطره حصلت اللي هو حمدي فتحي والنني بالظبط. يعني علامات استفهام في النقطه دي الصراحه هي كده. ما هم دولت اللي بينجحوا لك دولت. لما اصل انت بص، عندك محمد صلاح وعندك مصطفى محمد وعندك تريزيجيه، دولت مش هيضغطوا، دولت سيبهم يوفروا مجهودهم للحته الهجوميه يجيب لك جول. فما تخليهمش يضغطوا ويضيعوا 3/4 مجهودهم في الضغط. في ناس تانية اللي مفروض اللي هي بتقوم بالدور ده ما قامتش بيه. فانت اللي اديتهم ان هم ياخدوا الثقه ويلعبوك ويتجرأوا عليك ويبداوا بقى حتى لو الهجوم بتاعهم عشوائي ومش منظم، بس المهم ان هم ليهم تواجد. فانا استغربت يعني المدرب واقف على الخط بيعمل ايه؟ خلاص مش قادر اغير، اعمل تغييره. الشوط الاولاني ايه المشكله؟ اصحصح لعيبه نص الملعب، ينزل مروان عطيه، ايه المشكله؟ على الاقل بيضغط غير النني وغير حمدي فتحي خالص. فالاثنين كانوا تايهين. ده سبب من اسباب الشكل اللي انت شفته ده. دي حاجه. واكبر حاجه بقى السبب من الاسباب، ونحمد ربنا ان ضربه الجزاء دي جت من عند ربنا طبعا، وما لناش احنا يد فيها. ده ربنا اللي حاسس بينا وعالم بينا. واخد بالك؟ في مجاملات كتيره في التشكيل، في ظلم في الاختيارات. وطول ما في الحاجتين دول، بص ما تقوليش ايه لا احنا دلوقتي في البطوله ومتوقع ان تبقى التشكيل كده. يعني لا مش متوقع التشكيل كده. اللي زي مين مثلا يا كابتن؟ حجازي، ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اصلا كان بره، يعني كان بره. هو برضه ما دي غلطته، ما دي غلطته. ازاي ياسر ابراهيم يبقى بره وعلي جبر واحمد حجازي واحمد سامي يبقوا جوه؟ انت مش ده منتخب مصر، ده حق ربنا. حط ال3 دول، علي جبر واحمد سامي ومين تاني احنا قلنا مين؟ واحمد حجازي، وحط ياسر ابراهيم. قارن الثلاث ماتشات ولا ال4 ماتشات بتوع كاس العالم للانديه، مين نجم دفاع النادي الاهلي؟ كل مصر قالت كده والله يا كابتن رضا، مش انت لوحدك. كل مصر قالت ان لازم يكون مع محمد عبد المنعم في الدفاع ياسر ابراهيم. احمد حجازي راجع من اصابه رباط صليبي وقعد بتاع 4 شهور او اكتر ما يلعبش في النادي بتاعه في السعوديه، ويا دوبك لعب ماتش ولا 2 مع فريقه. تجيبه من الدار للنار كده في بطوله افريقيه صعبه وقويه زي ديت واجواء صعبه جدا. كلنا قلنا كده، انما مفيش فايده يا راجل. ده ياسر ابراهيم كان مستبعده خالص من القايمه، حاجه غريبه جدا. وبعدين منتخب مصر بصراحه ربنا تعبنا نفسيا ومعنويا وبدنيا وكل حاجه. مش عارف يفوز على موزمبيق، بيتعادل مع موزمبيق في اخر دقيقه من المباراه، وكان فايز 1-0 في اول دقيقتين. قلنا خلاص في حاجه من ريحه حسن شحاته وجيل 2006 و2008 و2010 هنشوفوها اخيرا. وراهنا على منتخبنا انه هيقضي بطوله كبيره وانه هينافس على البطوله وممكن ياخد البطوله. جابوا لنا احباط يا جماعه والله العظيم. الواحد مش عارف يقول ايه، الواحد متغلت. كان نفسنا في اي فرحه، ان شاء الله فرحه وهميه حتى نفرحوها. ومحمد صلاح يا كابتن محمد يا صلاح، مع احترامي وتقديري ليك وانت من افضل 10 لاعبين في العالم مع ليفربول، انما مع المنتخب حاجه تانية خالص بصراحه. في بعض المباريات ما بتظهرش خالص. مباراه زي مباراه موزمبيق ومنتخب موزمبيق، انت على المستوى الفردي يا اخي، مش لازم على المستوى الجماعي مع الفرقه. حتى لو المنتخب وحش انت تظهر، انت تأدي ادائك، انت تضيع 3-4 فرص، انت تعمل 3-4 كور فرص اسيستات كده، يعني تبقى باين في المباراه. انما مفيش خالص. ما شفناكش يا راجل الا وانت بتشوط ضربه الجزاء في اخر دقيقه من المباراه، وكانت هتضيع له لستر ربنا. الكره جت في العارضه ودخلت، كانت هتضيع. محمد صلاح في ضربات الجزاء يا جماعه اتحفظ، يا كره جامده في نص الجون، يا كره شمال او يمين مكانها معروف بنسبه 100%. حتى في ليفربول بقى يضيع.
كده مش هينفع والله العظيم. المنتخب ده فاضل شوية صغيرين ويجيب للشعب المصري جلطة، حاجة صعبة جدا جدا جدا. بدل ما تفرض سيطرتك وتقول كلمتك وترزعهم 3 4 5 بعد ما جبت جون في اول دقيقتين، لا ازاي؟ سبت لهم المجال وسبت لهم الماتش في الشوط الثاني ولعبوا احسن مننا وكانوا هيجيبوا جوان تانية لولا ستر الله والله. يعني رحمة من ربنا ان النتيجة خلصت 2-2. لكن بكل امانة في مليون علامة استفهام على منتخب مصر. نص الملعب ما فيش نص ملعب خالص. النني وحمدي فتحي كانوا تعبانين، ما فيش ضغط على الخصم نهائي بقوة. الفريق المنتخب الموزمبيقي سيطر على المباراة، سيطر على المباراة. شكلنا كان وحش خالص في الماتش. ما فيش تريزيجيه روخر كان غايب تقريبا خالص عن المباراة، ما ظهرش. وتريزيجيه هو روح منتخب مصر، اما بيغيب او ما بيأديش في المباراة بيحصل اللي كلنا شفناه. احنا تعبنا نفسيا. الله يسامحك يا حسن شحاتة ويسامح جيل 2006 و2010 و2008. بعدكم تعقدنا في الكرة مع منتخب مصر. بعدكم شفنا عهات بتلعب كرة في منتخب مصر. بعدكم شفنا منتخب مصر بشكل كابوس منتخب مصر حاليا. بنشوفوا خيالات، بنشوفوا اوهام، ما بنشوفوش كرة بتتلعب. موزمبيق يا جماعة مش عارف اقول ايه والله العظيم. ولكن المنتخب فضحنا، المنتخب فيه غيبوبة، المنتخب شكله كده مش هيعمل حاجة. ده بيصعد اول وتاني وتوالي كمان، يعني هو كده هيصعد. ولكن بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، لو مباراة غانا ما فزناش فيها بصراحة هيبقى شكلنا بايخ. لو اللعيبة ما فاقتش وصحصحت وأدت، اللي محترف لي في ليفربول واللي محترف لي في فرنسا واللي محترف لي في ألمانيا واللي في تركيا واللي في السعودية، كرة نقولوا ايه بس، كرة عزب وكرة نجوع اللي بتتلعب من منتخب مصر دي. كرة فرق درجة رابعة في مصر وفي الدول العربية، مش منتخبات كبيرة خالص اللي هم بيأدوه ده. حاجة جابوا لنا جلطة بصراحة. الواحد قرفان والله. ريال اشتراك في قناتي وتفعيل الجرس. شكرا.